يا مساء الفل، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ لا ما تنامش وتعالى لي، اصحى بقى، اصحى وتعالى، اصحى وفوق للي هوريهولك دلوقتي. مبسوط انا قوي بالعربيات دي، ويعني بشكر قوي قوي شركه القبطان، يعني ادت الواحد فرصه يبين هو ليه ناقم على العربيات دلوقتي واسعارها في مصر. التجارب دي والتجارب الحصريه دي، التجارب الجميله دي الصراحه اللي الواحد محطوط فيها، بتثبت ان وجهه نظر الواحد صح يعني. انا عامل شير الفيديو ده لان الفيديو ده مهم قوي، وهيوريك حاجه دلوقتي يمكن هتضايقك ويمكن هتفرحك يعني، تمام، ويمكن هتثبت لك وجهه نظري لما كتبت من شهرين ان لو انت مزنوق قوي ومضطر، يا اخي اشتري عربيه استيراد، على الاقل حط فلوسك في حاجه، في قيمه او في فاليو فور ماني، تحس فيه انك انت ما اتضحكش عليك يعني. تمام. تعالى اوريك دلوقتي وتكهنوا كده احنا معانا ايه. معانا عربيه من الفئه المدمجه، الفئه الاشهر في مصر والاكثر مبيعا ما قبل زيادات الاسعار، واللي دلوقتي اسعارها بقت من 900 الف حتى مليون 250. انا ما بتكلمش على المواتير الكبيره منها زي ال 2000 سي سي مثلا في السكودا الاوكتافيا الفي ار اس. انا بتكلم عن المواتير العاديه، التنفس الطبيعي والعربيات العاديه اللي قدامنا، او حتى التربو، ولكن العربيات دي كلها تظل في الفئه المدمجه. تمام. هوريك دلوقتي، اعمل شير بقى، اعمل شير وانت بتتفرج كده، خلي الناس تتفرج. احنا ايه اللي ما بيجيلناش مصر لكن ممكن يجي عادي. وشوف لما يجيبوا تاجر ما يجيبوش توكيل، هيبقى سعره عادي جدا زي سعر التوكيل، ولكن وصفه التوكيل اقل بكتير. بص بقى يا سيدي احنا معانا ايه. كيا كي 3، اللي هي عندهم كي 3 والشهيره عندنا بجراند سيراتو. تعال اتفرج على مستوى تاني خالص من الخامات والتقفيل والعزل والباكج اللي مش هتشوفها تاني في حياتك اعتقد يعني، او مش هتشوفها الا استيراد كده. تمام. اديكم شايفين دي يا جماعه كيا اللي هي كي 3 الجراند سيراتو الشهيره بالجراند سيراتو، اللي كانت الناس بتقول هي العربيه ما بتنزلش بثبات الكتروني ليه. تعالى بقى بص بتنزل بايه. تعالى بص العربيه اللي انا بجربها دي، قاعده معايا تجربه مطوله هوريها لكم في الاخر. العربيه فيها ادابتيف كروز كنترول، فيها مثبت سرعه ذكي، ممكن تظبط العربيه على سرعه العربيه اللي قدامك، والعربيه لو في لينز بتسوق نفسها لوحدها وتفرمل لوحدها وتمشي على سرعه العربيه اللي قدامك لوحدها. فيها لين كيب اسيست، تمام، حفاظ على المسار وحفاظ على المسار مش تحذيري، اكتف، كمان اكتف لين كيب اسيست، وبتقدر تمشي ما بين التو لينز وما بين الخطين. اديكم شايفين العربيه اهو، يعني معلش في الاوتو فوكس بس، وادي لين كيب اسيست. فيها كراسي فنتليتد وكراسي هيت. انا عايز اصدمك واقول لك ان الفئه اللي انا بجربها دي كمان مش اعلى فئه يعني تمام. في فئه بعدها ب 950 الف استيراد برضه اعلى من دي كمان، تخيل. انا بوريك بقى الفئه اللي هي ايه ما قبل الاخيره. فيها كراسي تسخين وتبريد، فيها تدفئه مقود، انت شايف في الباكج. فيها بلايند سبوت، فيها نقط عاميه في المرايتين، في المرايات الاثنين، شايف. فيها 8 اير باجز، فيها 8 اير باجز، واحنا احيانا كانت العربيات الكوري تصلنا ما فيهاش اير باج واحد، كانوا بيحطوا فتحة السقف ويشيلوا من حضرتك الاير باجز، يعني امانك وسلامتك تمام. شايف مستوى التجهيزات في العربية عامل ازاي؟ مستوى تجهيزات كراسي زي ما بقول لك تسخين وتبريد، انت كاد لا ترى ده هنا. انا اسف، في العربيات العاليه، في اللاكجري كارز او في الفئه العليا. تمام. انا عايز اقول لك ان في عربيات فول سايز في مصر، فول سايز سيدان، ما فيهاش كراسي تسخين وتبريد. شايف مستوى الفرش، شايف الفرش الجملي اللي في العربيه اللي نازل، والتهويه اللي فيها كرسي كهرباء. انت عمرك شفت في الفئه دي كرسي كهرباء؟ فيها كرسي كهرباء، تمام. كرسي اللي انا قاعد عليه كرسي السواق كرسي كهرباء كمان. تعالى بقى اصدمك واقول لك حاجه. العربيه دي بنفس الموتور التنفس الطبيعي اللي بينزل مصر، لكن الفتيس ده 8 سرعات، مش الفتيس الست سرعات اللي بيجي لنا، الفتيس 8 سرعات. مش عايز اقول لك مريح العربيه قد ايه، ومديها راحه رهيبه عامله ازاي في الاداء يعني. العربيه واخده راحتها فوق ما يمكن ان تتخيل. وكمان استهلاك البنزين يعتبر هوا ولا حاجه، فتيس 8 سرعات مش الست سرعات اللي بيجي لنا. انا عايز اوريكم العربيه.
بلاك بوكس اهو، صندوق اسود في المرايه والزراير دي، وتقدر تحط كارت ميموري، والعربيه بتسجل بالكاميرا الاماميه والرادارات الاماميه، بتسجل اي حاجه بتحصل. شايفين مستوى العربيه؟ ده في تيست سي في تي، لكن 8 نقلات، اللي هو السوفت وير الوهمي 8 نقلات. شايف البلايند سبوت؟ وادي الاي اس بي اللي بنفتقده هنا. شايف لين كيب اسيست، مثبت سرعه ذكي، ادابتيف كروز كنترول. يعني انت عمرك شفت ده في الفئه دي؟ والمصيبه ان العربيه دي المستورده اللي دافعه 67% بتمنهم بنفس تمنهم، بتبدا من 800 الف جنيه بنفس باكج الامان استيراد. تخيل. العربيه دي معايا وانا بجربها، هفرجكم عليها الفتره الجايه، وهجربها لكم واعمل لكم تجربه كامله ليها. كيا جراند سيراتو المسماه كي 3 اللي بتوصلنا هنا. شكرا، وكان معاكم محمود خير. ما تنساش تعمل فيديو شير للفيديو ده عشان الناس تشوف مستوى العربيات بره بيجي ازاي. والغريب ان الاسعار نفس الاسعار اللي هنا، رغم تفوق باكج الامان والباكج المقدمه ونسخه فتيس احدث وكل حاجه ممكن تتخيلها، وبنفس اسعار العربيات اللي هنا. يعني حاجه غريبه جدا يعني. انا عايز اقول لحضرتك، ما انا عارف ان السعر عالي خلاص، ما هي كل حاجه بقت سعرها عالي، بس انا عايز اقول لحضرتك ان التويوتا كورولا بمليون و100 الف جنيه وما فيهاش ربع اللي في العربيه دي يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك ان كل الفئه اللي بتاعتها السكودا اوكتافيا ما فيهاش ربع الباكج دي في الامان، وبرضه بمليون 250 الف. انا معاك، انا ما بقولش ان العربيه دي رخيصه خالص، من 800 ل 950، لكن انا بستغرب الباكج اللي بتيجي. وليه ما بتجيلناش الحاجات دي يا جماعه؟ ايه اللي هيمنع في كوريا انها تيجي يعني؟ نفسي افهم ليه العربيات الكوريه بتنزل كده في بلادها وما بتجيلناش بالمواصفه دي. ما يمنع؟ مش عارف صحيح. شكرا، وكان معكم محمود خير.